بيكم في فيديو جديد. في ناس طلبت مني متخن الشحم، هنعمله سوا مع بعض. هنحتاج جير مطفي، وهنحتاج ستياريك اسيد، وهنحتاج زيت اوليك او زيت معدني عادي. ده مهمته ان هو ملدن، ممكن تستخدم ده او ده عشان نعمل الكالسيوم ستيريت ثيكنر. في الاول هنبدأ بالجير المطفي. احنا عايزين منه الناعم فقط، فهحط له ميه عشان اعوم الناعم على الوش، والمواد الصلبة قطع الصلبة اللي فيه والخشنة تفضل تحت، وهصفيه. طبعا ممكن تستخدم مصفى او قماش، المهم ان انت تفصل الناعم خالص عن الخشن، لان الخشن ده مش عايزينه في المنتج بتاعنا. دلوقتي هناخد الجير بالمية ونحطهم على النار على حرارة عالية عشان نبخر المية دي. ممكن تفصل المية اللي هتعوم على الوش يدوي بحيث تسرع العملية شوية. الجير ده هو مصدر الكالسيوم، والكالسيوم هيدروكسيد ده بيتفاعل مع الاستيريك اسيد عشان يكون كالسيوم ستيريت اللي هو الثيكنر الاساسي بتاعنا. ده مادة بتستحمل الحرارة، وبيخلي الشحم بتاعك شحم كالسيومي ثابت حراريا، فبيشحم معاك، وفي نفس الوقت المادة دي بتخليه يتحمل حرارة. احنا دلوقتي هنعمل المتخن نفسه، فالمادة دي بعد ما بنصنعوها بتدخلها في تركيبة الشحم. كده معانا الجير بدأ يجف. اول ما يفضل فيه شوية مية خفيفة نبدأ بنحط الاستيريك اسيد بتاعنا. المية طبعا هتساعدنا في التقليب، عشان اول الاتنين ما بيتفاعلوا مع بعض بتبدأ المادة تكلكع وتلزق. كده حطينا كل الاستياريك بتاعنا ونقلب على حرارة يعني اقصاها 80 عشان الاستيريك اسيد يسيح. بعد كده الاتنين بيتفاعلوا مع بعض وبيكونوا الكالسيوم ستيريت. بيبقى صعب ان انت تسخنه، فبنضطر ان احنا نحط زيت اوليك او نسبة من زيت معدني عشان نخلي الامور سلسة وسهلة التقليب، ويبقى فيه تجانس في الحرارة وتجانس في المادة. هتلاقي ان المادتين بدأوا يكلكعوا يبقوا عاملين زي العجينة، والمية بتفصل منهم على جنب. فبتحط الزيت، بعد ما بتحط الزيت بتلاقي الدنيا رجعت سلسة ومتجانسة، وكل ما بتقلب كل ما التجانس يزيد ويطلع معاك مادة لزجة بالشكل اللي انت شايفه ده. ده كده الكالسيوم ستيريت، وعليه نسبة زيت اوليك او زيت معدني. هي دي المادة اللي احنا محتاجينها. يفضل تسيب نسبة من المية في المادة عشان تخليها سهلة الصب. كده كده انت لو هتصبها على سطح بارد عشان خاطر تتصلب معاك، فيستحسن تسيب شوية مية عشان يبقى المادة سهلة الصب، ما تلزقش في الكونتينر بتاعك او الوعاء اللي انت شغال فيه. المفروض طبعا تصبها على رخام او سطح معدني مش على ازاز، بس يعني ده المتاح عندي. هنبدأ بصبها. طبعا مش هتقعد فترة طويلة، يا دوب 5 دقايق وهتلاقيها صلبت معاك وعملت حاجة زي الشمع كده. هو ده المنتج النهائي بتاعنا. طبعا كل ما زادت درجة نقاء ونظافة المادة دي، الشحم الناتج بتاعك هيبقى شفاف مفهوش شوايب، وهيبقى متجانس. طبعا لما انت تعملها في عملية صناعية هتحتاج فلاتر. طبعا هيبقى فيه فلاتر، في قلابات بتقلب باستمرار، فهيبقى التجانس افضل من كده والمنتج الناتج هيبقى افضل من كده يعني. فاديني صبيتها اهو، وهنفردها طبقة خفيفة عشان تنشف اسرع وما يبقاش المنتج النهائي قطع كبيرة يعني.
لاحظ ان هي بدأت ايه تنشف، في نفس الوقت فيها تلزيق عالي عاملة زي الغرة. هتستنى عليها 5 دقايق وهتبدأ بقشطها عشان تحصل على المنتج النهائي. بيطلع معاك بصورة طبعا، ما بتلزقش في السطح. طبعا انت خدت قطعة من دي المادة اللي بتخلي الشحم ثابت حراريا. لو خدت حتة منها وحطيتها على السخان بتستحمل حرارة، مش بتسيح في ساعتها. ولو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة، وتأكد ان انت تشوف باقي الفيديوهات، ودعمنا عشان خاطر نعمل محتوى اكبر، نجيب معدات معمل ونجيب مواد كيميائية، نعمله كل اللي انتوا بتطلبوه. ده كان طلب من بعض الناس من مشتركين القناة، فيها عملت لهم المادة عشان بيقولوا هما مش لاقيين. متشكر جدا لحضراتكم وسلام.